السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض طريقة قرنبيط بطريقة سهلة خالص وبسيطة. هناكل صوابعنا وراها، ولا هنستخدم بقى ازازة زيت، ولا هنحتاج قلي، ولا اي حاجة من الحاجات دي. الطريقة اللي هنعملها مش هتحتاج غير معلقة زيت واحدة. معلقة زيت واحدة، ايوه معلقة زيت واحدة. تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا. اللي انا جبتها معايا قرنبيطه متوسطه، ومعايا كمان فلفل الوان، ومعايا بصله، ومعايا كمان جبنه رومي، ومعايا كمان كمون، فلفل اسمر، وملح، ومعايا كركم بيدي طعم وريحه حلوه قوي للقرنبيط، ومعايا كمان بيضتين، والدقيق ده حسب ما هحتاج، ومعايا كمان كزبرة وشبت، وفي مكونات كتير تاني لسه هحطها. خليكم معايا عشان تعرفوا بقية المكونات. اول حاجة هعملها دلوقتي هقطع القرنبيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة ما بتقطعيها حاولي ما يبقاش فيها عروق كتير، عشان احنا ما بنحتاجش العروق ديت. يعني حاولي يبقى ايه، تاخدي الزهرة بس بتاعت القرنبيط زي ما انا بقطعها كده، وكل واحد على حسب ما بيحب. والحتة دي الزيادة دي بروح شايلاها كده بالسكينة، يعني بحاول على قد ما اقدر ما اسيبش فيها عروق كتير. طريقتها سهلة خالص وبسيطة، وطعمها تحفة تحفة تحفة، هتعجبكم. انا صراحة بحب القرنبيط جدا، ولما جربت الطريقة دي ما بقتش اعمل غيرها. ما بقتش اقلي ولا اخلص ازازة زيت بقى وانا بعمل القرنبيط ولا الكلام ده كله. انا بحبها، طعمها تحفة، لان طعمها مختلف خالص خالص عن القرنبيط اللي احنا كنا بناكله المقلي ده. طعمها رهيب. دلوقتي انا خلصتها، هروح بقى اسلقها وارجع لكم تاني. ماشي. واول ما هسلقها هجيبها واوريها لكم بعد ما اتسلقت، بقت شكلها عامل زي ما انتوا شايفين كده اهيت. اهي تحس ان هي بتخس شوية عن قبل ما تتسلق. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنجيب بقى معانا الخلاط. ايه ده، هتعملي الخلطة بتاعتك في الخلاط؟ اسهل حاجة هتعمليها في الخلاط. اول حاجة هجيب الخضرة معايا هحطها. الموضوع ده هيسهل معاكي قوي، وهتبقى الخلطة بتاعتك مجرد ما تعمليها في 5 دقايق او دقيقتين بالظبط. هكسر كمان البيضتين على الخضرة. انا هحط كل المكونات معايا في قلب الخلاط بالشكل دوت. دي تاني بيضة. احط بقى الكمون والفلفل الاسمر والملح وكمان الكركم. هجيب لكم بقى المكون التاني اللي انتوا مستنيين تعرفوه. ده المكون اللي انا ما حطيتهوش في الوصفة بتاعتي. احط معاكم فصين توم متقطعين بالشكل ده، وقطعت البصلة كمان وهحطها. واحط كمان شوية مية صغيرين، يعني ربع كوباية مية بس. الموضوع سهل خالص وبسيط، مش هياخد منك وقت. هضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. وبعد ما اتضربوا في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده اهوت، بقت لونها جميل قوي. هجيب بقى، احاول اجيب الدقيق علشان اخلطه مع الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها دي اهو. هجيب اول معلقة، تاني معلقة، وابتدي اقلب. بتحطي الدقيق على حسب القوام اللي انتي محتاجاه، يعني على حسب القوام اللي موجود اللي انتي حابة تعمليه بتحطي الدقيق. انا حطيت معلقتين، لان ساعات الخلطة دي بتبقى زيادة او اقل على حسب الكمية بتاعتك. دي كمان معلقة اهيت، يبقى 3 معالق، ولسه قوام ما تقلش زي ما انا عايزة. اقلب كويس عشان اشوف القوام هيتقل قد ايه. هحط كمان معلقة، احط كمان واحدة
كده حطيت 3 و3 6، 6 معالق دقيق، وابتدي اقلب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تديني القوام اللي انا محتاجاه. اهو بالشكل ده، بس اقلبها كويس. هو ده القوام اللي انا محتاجاه، مش عاوزها تبقى اتقل من كده. ماشي، هجيب بقى هركنها على جنب، واجيب بقى ايه القرنبيط بتاعنا والطاجن اللي هعمل فيه القرنبيط. هتعملي القرنبيط في طاجن؟ هنعمله في طاجن، وهتشوفوا هيبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي الطاجن بتاعنا ده، هنجيب بقى معلقة الزيت اللي احنا قلنا عليها اهي بالشكل ده. هي دي معلقة الزيت اللي هنحتاجها، مجرد ان احنا هنحطها بس تحت عشان القرنبيط ما يلزقش من تحت. وبالفرشة بالشكل دوت هبتدي اوزعها. يعني ممكن ما تحتاجيش اصلا المعلقة كلها بالشكل دوت. وهجيب كده معلقة من الخلطة بتاعتي احطها تحت وافردها بالشكل دوت. حابة تعملي الخطوة دي اعمليها، مش حابة تعمليها مفيش مشكلة. يعني على خفيف كده بحاول اوزعها. وبعد كده هجيب بقى القرنبيط بتاعنا الجميل دوت، وابتدي افرده في قلب الطاجن. احط بقى شوية فلفل الوان، وانا قطعتهم مكعبات بالشكل دوت عشان كلهم يبقى فيهم فلفل الوان وفيهم الخلطة بتاعتنا. وانا هحاول اقلب على قد ما اقدر علشان كلها تختلط ببعضها، يبقى القرنبيط كله فيه فلفل الوان وفيه الخلطة اللي احنا عملناها عشان كلها تبقى طعمها حلو. هبتدي كده بقى بالمعلقة احاول احط على القرنبيط كله. انا قلبت القرنبيط كله مع بعضه بالشكل دوت عشان كله يبقى فيه نفس الخلطة اللي انا عملتها. واجيب بقى الفلفل الالوان بتاعي، بيدي ريحة وطعم وشكل جميل للطاجن بتاعنا. واحط تاني بقية الفلفل على الوش كده عشان يديله شكل. والله مش عايزة اقول لكم طعمه عامل ازاي، طعمه تحفة تحفة، وريحته بقى وجميل جدا لما عملته. وابتدي بقى احط رش جبنة كده على الوش. يعني ما تحطيش كتير وش، بس رشة كده بس عشان الوش يحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. واروح بقى اوديه في الفرنة وارجع لكم تاني بعد ما اخلصه. بصوا بقى جميل ازاي وشكله عامل ازاي. والله يا حبايبي مش عايزه اقول لكم ريحته عامله ازاي. انا عايزه اوريكم لما اخد معلقه كده من اللون الاخضر اللي جوه مع الالوان الاحمر والاصفر ده، مخليين شكل الاكل يفتح النفس وتبقى عايزه تاكل الطاجن كله. بصوا بصوا شكله عامل ازاي من جوه، اخضر ومستوي على فكره، ما تقلقيش لا تفكري ان الخلطه بتاعته ما استوتش من جوه، لا انا خد كفايته في الفرن. وهي ريت بقى اكون فكرتي عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتعملوا له لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.